بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أصحاب الجلالة والسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أن أرحب بكم بأجمل ترحيب في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، سائلين العلي القدير أن يوفقنا جميعا لمواصلة مسيرة الخير والتعاون وتحقيق مصالحنا المشتركة لخدمة شعوبنا وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. أصحاب الجلالة والسمو، نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة، جلالة السلطان قابوس بن سعيد وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رحمهم الله. وعرفنا لما قدما من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المبارك. فقد وجه سيدي خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، سائلين المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة، ولصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وصاحب السمو نواف الأحمد الصباح التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنمو والازدهار لبلديهما الشقيقين، ودعما لعملنا الخليجي المشترك. وإننا ننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأى الصدع التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد رحمه الله واستمر في متابعتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد. كما نشيد في هذا الشأن بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن، حيث أن أدت هذه الجهود المباركة بحمد الله ثم بتعاون الجميع للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا بما يخدم آمالها وتطلعاتها. ونحن اليوم ما أحوج أن نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة